لو في كيبورد انت بتفكر تشتريها ومتردد ومش عارف تاخد القرار ولا لا، فخليني في الفيديو ده اقول لك على 4 نقاط لو لقيتهم متوفرين في الكيبورد اللي انت بتفكر تشتريها. نصيحة ما تفكرش كتير وروح اشتريها فورا. دي الام اكس كيز ميني. الكيبورد دي بقى لها معايا اكتر من شهرين تقريبا، داخله على 3 شهور، ومن خلال التجربه دي قدرت استنتج 4 نقاط لازم يكونوا متوفرين في الكيبورد بشكل فعال عشان تقدم لك تجربه مناسبه ليك فعلا، خصوصا لو الكيبورد دي كان سعرها غالي. فتعال اقول لك على ال4 نقاط دول من واقع تجربه فعليه. انا عارف ان التصميم شيء نسبي، ولكن تصميم الكيبورد دي صعب يختلف عليه اتنين. التصميم لازم يكون مناسب للسيت اب اللي هتحط فيه الكيبورد، والكيبورد دي مصممه لانها تديك اكبر تجربه عمليه بابسط تصميم ممكن، ولكن الكيبورد دي برضو تصميمها هيكون مناسب اكتر لفئه الاعمال عن الجيمرز اللي بيحبوا الكيبوردات اللي بيكون فيها RGB وحركات كتير. وبطبيعه ان الكيبورد هنا من فئه MX من لوجيتك، فتوقع كده ان الخامات بتاعتها بريميوم. الكيبورد هنا هتلاقيها لوح واحد من المعدن بيشكل الجسم بتاع الكيبورد، ومن فوق هتلاقي فيها الجزء البلاستيك اللي بيكون ادخن شويه واللي بيوفر زاويه ميل بسيطه علشان تكون مريحه اكتر وانت بتكتب على الكيبورد. والجزء ده هتلاقي فيه الالكترونيات والبطاريه بتوع الكيبورد، وكمان زرار الباور بتاعها، وجنبه هتلاقي منفذ التايب سي اللي بتشحن من خلاله الكيبورد. الكيبورد دي TKL، يعني ما فيهاش الارقام اللي بتكون موجوده في الكيبوردات الكبيره، ولكن ده موجود في النسخه العاديه منها الام اكس كيز العاديه. دي بتكون لوحه كيبورد كامله فيها الارقام، ولكن دي النسخه الميني اللي ما بيكونش فيها الارقام. ودي بالنسبه لي حجمها مناسب اكتر، وبتحس كده انها كومباكت او حجمها اصغر، فبالتالي بتكون اسهل في الاستخدام. بمعنى صح، ايدك لما بتكون على الماوس وترجع على الكيبورد مش بتمشي مسافه كبيره وتعدي لوحه الارقام عشان توصل للكيبورد وتكتب حاجه، لا المسافه هنا صغيره، فالاستخدام بتاعها بيكون اريح. المميز كمان ان الازرار هنا هتلاقيها جايه باللون الجراي المميزه بلوجيتك، والازرار هنا هتلاقيها محفوره او فيها جزء كده غاطس لجوه عشان يستوعب صباعك لما تيجي تلمس الزرار نفسه او لما تيجي تكتب على الكيبورد. ولكن خليني اقول لك ان التصميم مش بيكون شكل بس، بيكون خامات كمان. وزي ما قلت ان الكيبورد هنا بتيجي من لوح واحد من المعدن، ولذلك لما تيجي تمسك الكيبورد هتلاقي ان وزنها تقيل. الكيبورد وزنها تقريبا نص كيلو، فبالتالي وانت حاططها على المكتب هتلاقيها مستقره جدا ومش بتتحرك معاك لاي مكان. ده غير ان البنيه بتاعت الكيبورد المعدن دي بتخليك لما تيجي تمسك الكيبورد وتحاول تلويها هتلاقي الكيبورد صلبه جدا، وكمان لما تيجي تدوس عليها بشكل قوي وهي على المكتب مش هتحس ان الكيبورد بتنزل معاك او بتغطس، لا الكيبورد هنا متماسكه جدا ومش هتحس فيها باصوات طقطقه او اصوات غريبه لما تيجي تستخدمها. فالبنيه بتاعت الكيبورد هنا قويه جدا. ولكن من وجهه نظري الحاجتين اللي كان المفروض يكونوا افضل في التصميم هما اولا ان كانت الكيبورد تسمح لي ان انا اعدل زاويه الميل بتاعتها، ولكن الاوبشن ده مش موجود في الكيبورد دي. والتاني حاجه وهي ازرار الستارت والالت او الاوبشن والكوماند بتوع الماك. الازرار دي مكتوب عليها اختصارات النظامين في نفس الوقت عشان الكيبورد دي بتشتغل بشكل طبيعي جدا على الماك او اس او حتى على الويندوز. ولكن انا حاسس ان الكتابه دي عامله زحمه كده في الزرار، فكنت اتمنى لو الازرار دي تكون قابله للتبديل بحيث ان انا احط الازرار المتوافقه مع اختصارات نظام التشغيل اللي انا بستخدمه. في عالم الكيبوردات دايما في فريقين ضد بعض، الفريق اللي بيحب الكيبوردات الميكانيكال، وعلى الجانب الاخر الفريق اللي مش بيحب الكيبوردات الميكانيكال. ولو مش عارف يعني ايه ميكانيكال، فببساطه هي كيبورد بيكون تحت كل زرار منها ميكانيزم هو اللي بيحدد الاحساس بتاع دوسه الزرار ده، وباختلاف هذا الميكانيزم بتختلف تجربه الكتابه على الكيبورد تماما. ففي نوع ازرار اسمه التشيري الام اكس، البراون والريد والبلو، كل واحد منهم بيديك احساس كتابه مختلف. وانا كان ليا تجربه قبل كده مع كيبورد ميكانيكال من لوجيتك، كنت جايبها من زمان قوي قبل ما لوجيتك تكون اصلا موجوده في مصر. الكيبورد دي اسمها اللوجيتك الجي 613، والكيبورد دي استخدمتها فتره طويله في حدود السنه ونص او سنتين. ولكن لما جيت جربت الام اكس كيز ميني، الكيبورد دي مش ميكانيكال او ممبرين بمعنى اصح، وبالنسبه لي لما جربتها لمده طويله انا شخصيا بقيت مايل اكتر لتجربه الام اكس كيز ميني عن اللوجيتك الجي 613. وفي الاغلب هتسالني هتقول لي ليه، وهقول لك ببساطه ده علشان اكتر من سبب. اول سبب ان حجم الكيبورد هنا واللي اوت او توزيعه الازرار بتاعتها مشابهه جدا لللابتوب اللي انا بستخدمه. انا حاليا بستخدم الماك بوك برو ال 14 انش، وبستخدم كمان الماك بوك اير الام 2 اللي انا لسه عامل له ريفيو الفيديو اللي فات على طول، ممكن تبص عليه، وقريب هيبقى المقارنه، فاعمل سبسكرايب عشان هتنزل قريب جدا. فاللي اوت او توزيعه الازرار بتاعه الكيبورد بتاعه كلا اللابتوبين دول
مقاربه جدا او تقريبا شبه متطابقه مع الام اكس الكيز ميني. فبالتالي لو انا بستخدم الكيبورد لفتره طويله وانا على المكتب وبعد كده احتجت ان انا اخد اللابتوب في مكان بره علشان اخلص شغل، فاختلاف الكيبورد مش بيخلي تجربه المستخدم مختلفه، لا بحس ان انا الاختلاف بسيط جدا وكل حاجه في توزيعه الازرار موجوده في المكان اللي انا متعود عليه، فده بيخلي التجربه موحده على كلا الجهازين، فبالتالي بيسهل عليا تجربه استخدامي. بل بالعكس انا دلوقتي بقيت بحب تجربه الكتابه على الكيبورد اللوجيتك اكتر، وده علشان مسافه الترافل ديستانس او مسافه الدوس على الزرار بتكون اكبر شويه من اللي موجوده في اللابتوب، فده بيخلي تجربه الكتابه مميزه. وانا شخصيا عشان شخص بيكتب كتير وبكتب السكريبتات بتاعت الفيديوهات، فيهمني ان الكيبورد تقدم لي تجربه تخلي الكتابه بتاعتي سريعه، واللوجيتك هنا بتقدم لي فعلا التجربه دي. الكيبورد دي كمان ليها تطبيق بتقدر تنزله على الجهاز بتاعك سواء كان ماك او اس او ويندوز، ومن خلال التطبيق ده بتقدر تخصص مجموعه ازرار كبيره موجوده في الكيبورد، والازرار دي هتلاقيها كلها في الجزء اللي فوق. في 3 ازرار على الشمال دول بتوع التبديل ما بين الاجهزه المتصله بيهم الكيبورد، دول مش هينفع تخصصهم، ولو ان كنت اتمنى ان انا ممكن اعمل ده، ولكن باقي الصف بتاع الازرار بتقدر تخصصه وتحط فيه الاختصار اللي انت عاوزه. احلم باي اختصار، حتى لو انت عاوز اختصار يفتح تطبيق معين هتقدر تعمل ده بمنتهى السهوله. انا شخصيا مخلي الاختصارات مشابهه جدا او تقريبا متطابقه مع الاختصارات بتاعه اللابتوب، علشان لما انقل من اللابتوب للكيبورد تبقى كل حاجه في نفس المكان اللي انا متعود عليه مع اللابتوب، فالموضوع ده هيسهل عليا تجربه الاستخدام بشكل كبير. عاوز اقول لك كمان ان انت لو بتستخدم الكيبورد دي مع ماوس بيدعم ميزه الفلو اللي موجوده في التطبيق بتاع لوجيتك، الميزه دي انا كنت اتكلمت عنها في الفيديو بتاع ريفيو الام اكس اني 3، وببساطه لو انت مش فاكرها فالميزه دي بتخليك ان انت تنقل الماوس من جهاز للتاني وتنقل ملفات من جهاز للتاني، وكأن الماوس هو اللي بياخد الملفات دي وبيطير بيها للجهاز التاني من غير ما يبقى فيه اي اتصال سلكي ما بينهم. المميز ان الكيبورد دي كمان بتدعم ميزه الفلو، بمعنى اصح لو انت موصل الماوس على جهازين وموصف الكيبورد على جهازين برضه، فلو الماوس موجود على الجهاز الاول والكيبورد متصل عليه، لو انت نقلت الماوس على الجهاز التاني فباي ديفولت او طبيعي ان المدخلات بتاعه الكيبورد تنتقل من الجهاز الاول للجهاز التاني، وده بيحصل فعلا مع الكيبورد دي. فالموضوع صراحه سريع جدا، وتقدر من خلال ماوس واحد وكيبورد واحده ان انت تتحكم في جهازين في نفس الوقت. ولكن في حاجه اصيع شدتني وانا بجرب الكيبورد دي. الكيبورد هنا فيها اضاءه للازرار. هتقول لي طيب ما عادي يعني في كيبوردات كتير فيها اضاءه. هقول لك اصبر عليا لو سمحت. الاضاءه دي ليها 7 درجات مختلفه تقدر تتحكم فيهم من الاختصارات اللي موجوده في الكيبورد، وبما ان الكيبورد هنا شغاله على بطاريه فلما بتبعد ايدك عنها لمده 5 ثواني الاضاءه نفسها بتطفي عشان الكيبورد توفر في البطاريه. ولكن مش هو ده الموضوع اللي صايع في الكيبورد. الطبيعي ان انت في اي كيبورد فيها اضاءه ان انت لما بتدوس اي زرار الكيبورد بتعرف، فبالتالي بتنور الاضاءه بتاعت الازرار. ولكن الكيبورد دي انت مش لازم تدوس على زرار اصلا، انت اصلا مش لازم تلمس الكيبورد. الكيبورد هنا فيها مستشعر تقارب، وبشكل ما لو انت قربت ايدك من اي ناحيه من الكيبورد الكيبورد نفسها بتعرف ان انت ايدك قربت وبتنور لوحدها. هتقول لي اكيد مستشعر التقارب ده موجود في حته معينه لما تقرب ايدك ليها بيحس بيك فبالتالي بينور الازرار. هقول لك لا، ما تفكرش فيه زي الموبايل. مستشعر التقارب هنا شغال بشكل مختلف تماما عن اللي موجود في الموبايل، فبالتالي انت حرفيا من غير ما تلمس الكيبورد لو قربت ايدك لاي ناحيه من الكيبورد هنا هتنور للدرجه اللي هتخليك مش فاهم هي بتحس اصلا بوجودك ازاي. فالصراحه دي اكتر حاجه صايعه لقيتها في الكيبورد وحبيت ان انا اقول لكم عليها. كل المميزات اللي انا قلت عليها دي مش هيبقى ليها اي لازمه لو الاتصال ما بين الكيبورد والجهاز اللي انت موصلها بيه كان مش ثابت، ودي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها لو انت ناوي تشتري كيبورد وايرلس. الام اكس كيز ميني بتقدر توصلها على 3 اجهزه مختلفه في نفس الوقت، وبتقدر تبدل ما بين ال3 اجهزه دي من خلال اختصارات ال3 ازرار اللي موجوده في الكيبورد نفسها. والاجهزه دي بتقدر توصلها بالكيبورد من خلال نوعين اتصال مختلفين. النوع الاول هو البلوتوث اللي كلنا عارفينه، والنوع الثاني هو من خلال بروتوكول خاص بلوجيتك اسمه البولت، وده بيكون من خلال ريسيفر صغير او وصله يو اس بي صغيره شبه دي هي اللي بتركب في الكمبيوتر، وتقدر من خلال الريسيفر ده ان انت توصل الكيبورد بالكمبيوتر بشكل لاسلكي. ولكن للاسف الوصله اللي انتوا شايفينها في الفيديو ده مش بتاعه الكيبورد، دي وصله ثانيه شبيهه ليها، انا بس بوريكم شكلها عامل ازاي. ولكن الكيبورد هنا مش بيجي معاها للاسف الوصله دي، ولوجيتك للاسف بتبيع الوصله دي لوحدها ب $30. ولكن نرجع لموضوعنا، لو انت هتشتري كيبورد دي وهتوصلها بالبلوتوث على الكمبيوتر بتاعك، هل التجربه بتاعتها
بتاعتها كويسه ولا لا. اجمالا التجربه في 95 او 96% منها هتكون التجربه ممتازه جدا، ولكن في بعض الاحيان كان في حاجه بتحصل معايا لما كنت اسيب الكيبورد واسيب الجهاز لفتره طويله وارجع استخدمه مره تاني وابدا استخدم الكيبورد بتاخد لها ثانيه كده علشان تعمل كونكت مره تانيه على الجهاز، فبالتالي اول زرار بتدوس عليه على الكيبورد غالبا بتكون الكيبورد لسه ما عملتش الاتصال ده على الجهاز مره تاني، فاول دوسه دي مش بتتحسب وبتبدا تحسب من الدوسه اللي بعدها. يعني اتكررت معايا مثلا خلال الشهرين ونص اللي بستخدم فيهم الكيبورد مثلا بمعدل مره او مرتين في الاسبوع، واحنا هنا بنتكلم على شخص هو اصلا شغله كله على كمبيوتر، فانا بستخدم الكمبيوتر لمده كبيره جدا في اليوم. فاجمالا التجربه كويسه، والموضوع ده مش هتلاحظه غير لو انت موسوس قوي او بتجرب حاجات زي علشان يعني بتدور على العيوب اللي فيها، ولكن بشكل عام الموضوع مش هيأثر على تجربه الاستخدام. كيبورد وايرلس مع بطاريه وحشه صراحه هتضايقك، فلازم تاخد بالك من النقطه دي لو انت ناوي تشتري كيبورد وايرلس. البطاريه اللي موجوده في الكيبورد هنا تجربتها كانت غريبه شويه. البطاريه حجمها 1050 ملي امبير، والمفروض انها على حسب كلام لوجيتك انها تقعد معايا 10 ايام لو انا مشغل الاضاءه بتاعت الكيبورد، وتقعد معايا لحد 5 شهور لو انا قافل الاضاءه. ولكن الغريب ان الكيبورد هنا فضلت معايا 3 اسابيع وانا مشغل الاضاءه بتاعت الكيبورد. يعني لوجيتك بتقول 10 ايام، هي فضلت معايا تقريبا 21 يوم او قول 20 يوم، يعني فضلت معايا ضعف المده اللي بتقول عليها لوجيتك. لما جيت فكرت قلت ممكن علشان انا كنت مقلل الاضاءه بتاعت الازرار على اقل درجه، فممكن ده يكون ليه يعني يد في الموضوع، ولكن اجمالا مده البطاريه هنا تعتبر كويسه جدا. ولو انت طفيت الباك لايت او الاضاءه بتاعت الازرار هتقعد معاك بالشهور، فمش هتعول هم موضوع ان انت محتاج تشحنها كل شويه. يبقى لو انت ناوي تشتري كيبورد، خصوصا لو كان الكيبورد غاليه، ان انت تلاقي فيها الاربع نقاط دول. النقطه الاولى ان التصميم بتاعها يكون مناسب ليك وللسيت اب بتاعك. النقطه الثانيه ان تجربه الكتابه عليها تكون مريحه بالنسبه لك، وكمان لو فيها اختيار ان انت تقدر تخصص الازرار بتاعتها ده هيكون شيء احسن ليك. ثالث حاجه لو الكيبورد دي وايرلس فلازم تشوف نوع الاتصال اللي ما بينها وبين الكمبيوتر وتشوف الاتصال ده هيكون مناسب ليك وهتقدر تعتمد عليه ولا لا. ورابع حاجه بما انها كيبورد وايرلس برضو ان عمر البطاريه بتاعها يكون كويس. والكيبورد دي بالرغم من انها تقترب من العلامه النهائيه في الاربع نقاط دي، لكن لا يزال فيها شويه عيوب انا بالنسبه لي لازم اقول لك عليهم علشان تبقى عارف كل حاجه قبل ما تاخد قرار الشراء. اول عيب هو ان الكيبورد هنا سعرها غالي، $100 اكتر من 3100 جنيه، ده يعتبر سعر غالي، المفروض سعرها كان يبقى اقل من كده شويه. تاني عيب واللي بالنسبه لي ده عيب لا يغتفر هو ان لوجيتك قررت انها تشيل الريسيفر اللوجيتك بولت الصغير بتاعها وتبيعه بشكل منفصل ب $30. دي بالنسبه لي حاجه مش مقبوله وشايفها العيب الاكبر من عيوب الكيبورد دي. وتالت حاجه هو ان زاويه الميل بتاعت الكيبورد على المكتب انا بالنسبه لي الزاويه دي مش كافيه، كان المفروض يبقى فيه اوبشن او الحته البلاستيك اللي بتطلع في الكيبورد من تحت دي اللي تخليك ترفع الكيبورد شويه على المكتب، فبالتالي زاويه الميل بتاعتها تختلف. انا كنت محتاج الموضوع ده، كان بالنسبه لي هيخلي التجربه بتاعه الكيبورد احسن واحسن. لكن بخلاف كده التجربه كانت ممتازه. انصحك تبص على الفيديو ده هتلاقي فيه تجربه لميزه اللوجيتك فلو اللي بتخليك بنفس الماوس تتحكم في جهازين وتنقل ملفات من جهاز للتاني بالماوس كانك طاير بالملفات دي في الهواء. فالفيديو ده هيعجبك جدا، لازم تبص عليه. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو ده، فلايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.